واش الا ما كتهضرش بالامازيغيه اذا انت ماشي امازيغي؟ واش اللغه هي اللي كتحدد الهويه ديالنا؟ قبل ما نجاوبوا على هذه الاسئله غادي نحكي لكم واحد القضيه زائد امور اخرى فرحان نبارطاجيها معكم، ولكن بعد الانترو. لغتنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون كل شي مؤرخ بأصوله. راسكم عزيزاتي العزات، اعزائي الاعزاء، اعزكم واعتز بكم، واعزائي ان تعزونني كما اعزكم. كيف جميع المغاربه عندي اصدقاء من الامازيغ، اصدقاء اللي قريت معاهم واللي كبرت معاهم، ولكن فيما كنتلقى بهم كيقولوا يا علاش ما درتيش حلقه على الامازيغيه، وهم كيعرفوا انني ماشي امازيغي على الاقل على حد العلم ديالي. ولكن المضحك في الموضوع انهم هما بنفوسهم ما كيعرفوش الامازيغيه، وكاين فيهم اللي ما كيفهم بالمره، مع العلم ان والدهم كانوا من الامازيغ، كانوا يتكلمون ويتقنون الامازيغيه، وما كاين حتى شي مشكل، حيت بالنسبه ليا كنشوف ان اللغه ماشي هي اللي كتحدد الهويه ديالنا. اللغه تقدر تبدل وتقدر تضيع بالمره، ولكن الاصل كيبقى اصل. فراسكم غير المستبعد انني نكون امازيغي، واخا والديا كانوا عرب او نقولوا كانوا كيدويو بالدارجه، وحتى والديهم اللي هما جدودي كانوا كيدويو بالدارجه، ولكن انا انتسب لقبيله ولاد حدو مدينه بوسكوره، وهذا حدو بالاسم كيبان انه امازيغي، حيت عمرك غتلقى في شي قبيله عربيه قديمه شي واحد كان سميتو حدو. ونزيدكم بوسكوره حتى هي كلمه امازيغيه، في الصراحه هي كلمه مركبه من بو اضافه عربيه كنلقاوها متداوله في ثقافتنا، مثلا في تسميه المناطق والمدن كنقولوا بوجدور، بجع، بوقماز، بوالقنادل. اما سكوره فحسب بعض المصادر كيقولوا عندها جوج ديال التفسيرات. التفسير الاول كيقولوا هي الواحه، اما التفسير الثاني كيقولوا هو نوع من انواع طيور الحجل. ولكن المثقف المغربي الباحث محمد شفيق يرجع هذا الاسم الى مصطلح اسكورن، واللي كتعني زهره او نبته الزعرور، ونبته الزعرور هي اللي كنسميوها حنا بالنبق. ولا لاحظتوا معايا بجميع التفاسير اللي ذكرت دابا الامر مرتبط بالطبيعه، وهذه الميزه معروفه بها الثقافه الامازيغيه. عزيزتي العزيزات، اعزائي الاعزاء، اليوم جايب لكم البعض من المصطلحات الحاضره بقوه بدارجتنا المغربيه، واللي في الغالب ما كنتوش عارفين ان الاصل ديالها امازيغي. وغنبدا لكم بالملغيغه. الملغيغه شكون فينا اللي ما كيعرفهاش؟ ديك المنطقه الهشيشه الرطبه في الراس ديال الوليد الصغير. هذا المصطلح جاء من مصطلح تم لغيغه الامازيغي، اما في اللغه العربيه فتسمى اليافوخ، وهذه يزيدوا عليها القلقوله اللي عند الامازيغ كتعني الجمجمه. واش فراسكم ان المجرتل الوصف اللي كنعطيوه للانسان المتسخ او الغير مهتم بظهره في الحقيقه جات من مصطلح اجرتين الامازيغي واللي كيعني الحصيره. اما بالنسبه للبز، وهنا كلام الحق لازم يتقال وما كاينلاش نكذبوا، مصطلح البز من الاسم كيبان جا حتى هو باللغه الامازيغيه، وبالضبط من مصطلح ابزوين. كنتمنى نكون نطقت هذه الكلمه الصحيحه، غير هو مصطلح ابزوين كيعنيو به صغار الجراد. عزتي العزات، اعزائي الاعزاء، في دارجتنا كنقولوا ازطم، والاصل جا من يصدم، كلمه امازيغيه اللي كتعني الغزو او الهجوم، وفي الغالب في الغزو والهجوم كيكون الزيم. كيف كتشوفوا المصطلحات الامازيغيه بدارجتنا المغربيه لا تعد ولا تحصى، ومازال موجود الخير، بحال الصيفط اللي جات من الصيفط اللي كتعني ارسل بنفس المعنى، وبحال زقا اللي كتعني ثبت واستقر عند الامازيغ بنفس المعنى. واش كانت فراسكم ان القشاوشيه في الحقيقه القجاوج بحرف الجيم، لانها مشتقه من كلمه اقجوجن واللي كتعني مجموعه امتعه. وزيد على هذا الشيء الهيدوره والولسيس والبخوش والمسوس والبرهوش. عزيزتي اعزائي، بصراحه وحنا كندويو بالدارجه المغربيه راه كندويو حتى باللغه الامازيغيه وما حاسينش، وحتى واحد ما يمكن ليه ينفي ان التزاوج بين اللغه العربيه واللغه الامازيغيه هو اللي خلق الكثير من الكلمات والتعابير اللي كنداولوها يوميا، واللي كتخلينا نلقاو اختلاف كبير بين لغتنا وبين لغات عربيه مشرقيه اخرى، الامر اللي كيخلي دارجتنا شيئا ما صعيبه عليهم. دابا
واش انا امازيغي؟ ممكن. واش انا عربي؟ حتى هو ممكن. ولا بغيت نقطع الشك باليقين غندير شي تيستات دي ان. والحاجه الاكيده هو ان المغرب خليط والامازيغيه جزء كبير من الخليط، وسواء هضرنا بها ولا ما هضرناش كنبقاو ديما مغاربه. وما تنسوش سواء كنتم من العرب او كنتم من الامازيغ فانا ساعزكم وساعتز بكم اعزائي ان تعزونني كما اعزكم، ولا داعي لاستطيفكم ان تفعلوا وتتفاعلوا وتتعاملوا معنا بالفيط على عافسه الاعجاب، تعبروا بشي عباره فاعله تاعك، اشتركوا معنا وتبارطاجيو. لغتنا لغة بقاع العالم مسموعة، عندنا تاريخ مدون كل شي مؤرخ بأصولو. راسكم